تاني global metaphor هنتكلم عنه هو life is a game، إن الحياة لعبة. من المقولات الشهيرة اللي بتنسب لألبرت أينشتاين هي You have to learn the rules of the game and then you have to play better than anyone else. إنك لازم تتعلم قوانين اللعبة وبعدين لازم تلعب أحسن من أي حد تاني. لو life is a game، لو الحياة لعبة، يبقى أهم حاجة هي الاستراتيجية والحركات وإن أنت تلعب عشان تكسب. ده بيخليك تشوف إن الحياة ليها قوانين لازم تتعلمها وتتمكن منها، وممكن يخليك بتستمتع بالمنافسة وبتقيس نجاحك من خلال تحقيق الأهداف. بس في نفس الوقت بيخليك تشوف كل حاجة على إنها مكسب أو خسارة، وده معناه إنه أي خسارة أو أي موقف مش قادر تكون عارف القوانين بتاعته ممكن يسبب لك قلق وتوتر هو actually ما يستاهلوش. النظرة دي ممكن تخليك كمان تشوف العلاقات والتعاملات مع الناس على إن هي مكسب وخسارة، إن هي transactional، هتديني إيه وهاخد منك إيه ومين فينا هيبقى كسبان أكتر، أو إنه الناس اللي في حياتي بيقدموا إيه للفريق بتاعي، وجودهم معاه هيكسبني إيه وهيخسرني إيه، ومين فيهم ممكن في لحظة يبقى منافس. في الشغل كمان ده هيخليك دايما بتدور على أحسن أنجل، أذكى استراتيجية، أسرع سكة للنجاح. دي حاجة ممكن تخليك شديد الفعالية وتساعدك على النجاح، بس في نفس الوقت ممكن تخليك تتغاضى أو تتنازل عن حاجات مهمة. ممكن تخليك تشوف الناس التانية على إن هي عقبات، أو إن أنت تغفل الجانب الإنساني في شغلك وفي حياتك.